بند رقم 3 في اللوائح المصرية لابد يكون ليه مقر يملكه. مقر يملكه مالوش مقر يملكه، ده بيستأجر. يبقى إذا نادي بيراميدز مش نادي مصري بحكم اللوائح المصرية، مش اللوائح الأجنبية خالص. أنا بتكلم على اللوائح المصرية. آخر حاجة، وبحكم اللوائح العالمية والقارية والمصرية، هل نادي بيراميدز يستحق المشاركة في البطولات المحلية والقارية بحكم اللعب المالي النظيف وبحكم لوائح اتحاد الكرة؟ للأسف ما يملكش، لأن هو ما ينطبقش عليه قواعد اللعب المالي النظيف وما ينطبقش عليه قواعد الحصول على رخصة. إذن نادي بيراميدز وبكل تأكيد ليس نادي مصري على الإطلاق. يلعب بقى باسم مصر، يبقى ده قصور في اللوائح المصرية، وده قصور في التطبيق، وده تلاعب وفساد من وزارة الشباب أولا، ومن اللجنة الأولمبية ثانيا، ومن اتحاد كرة القدم ثالثا.